مرحبا بك سي عمر. مرحبا. هذه صدفة تقابلنا فيها. شكرا. أنت معناتها كهل عشت الجيل السابق والجيل الموجود توا، بس تحكينا على الظروف الاجتماعية واللي كانت وتو. يعني مش نقارنوا الظروف الاجتماعية سابقا وحديثا. ناخذ الظروف الاجتماعية اللي كانت في العهد البورقيبي ثم العهد النوفمبري. كانت فهمتني بالنسبة نعمموا بالنسبة للإدارات، كانت إدارة تخدم المواطن بكل صدق من العهد البورقيبي كما قلت لك إلى العهد البن علي، فهمتني. وكانت الإجراءات القانونية صارمة لفائدة المواطن. ثم تجاوزات وثم ظلم، لكن سرعان مراو العصا تنزل بلا شفقة وبلا رحمة. بعد ما يقال الثورة انحلت الإدارة التونسية انحلالا تاما، ثم فهمتني وقع اختراق الإدارة التونسية من أناس ما همش كفء به. اللي ما عندوش مستوى ثقافي أصبح مدير، وما عندوش مستوى ثقافي كذلك أصبح مدير عام وأصبح مسؤول. ورجعوا إلى الإدارة كموظفين سامين. كيف كان ذلك؟ هي الأسباب والمتسببات. الشيء يقول لك هذوما ناضلوا. أين النضال شفناه في العهد الاستعمار، مثال جماعة بورقيبة اللي هما ناضلوا وضحوا على تونس، مات منهم من مات وبقي منهم من بقي، وما خذاوش أي تعويض. أنا نشوفوا بعد الثورة فهمتني ناس خذت تعويضات بالمليارات. على أي أساس خذوا هذه التعويضات؟ على أي أساس؟ هل يعقل هذا؟ لذا كانت هذه الأسباب من سبب فهمتني ركود المجتمع، وهبطونا في متاهات فهمتني لا تحمد عقبها. كيف أصبح فهمتني المواطن فهمتني الوضع نتاعو الاجتماعي سيء للغاية، المقدرة الشرائية طاحت إلى نقول لك 90%. هل يعقل هذا؟ هذه الأسباب فهمتني من اللي أخذوا السلطة بعد الثورة، ما يقال إنها ثورة فهمتني وإزاحة بن علي إذا نجوم شو قال صحيح أنه ديكتاتوريا، لكن كان وطنيا ونجموش ننكر في ذلك. هو فترة من الفترات فهمت. ويلزم يعمل هكاك، وسبحان الله فهمتني الكمال لله. تبقينا اللي جاوا بعده فهمتني هم عاثوا بكل صدق، عاثوا في البلاد فساد فهمتني. الحل احنا فهمتني تو نترقبوا في الحل هو لا يكون الحل الا بمحاكمات صارمه امام الشعب. من تعدى على الشعب وسرق اموال الشعب يحاسب امام الشعب حتى يكون عبره لغيره. حاجه اخرى باش ينضاف المجتمع وتسير تونس في الطريق الصحيح هي تنظيف المؤسسات. جميع المؤسسات خاصة المؤسسات الحكومية. هذه كانت الأسباب والمسببات. وتوا شنو الحل؟ هذه الأسباب والمتسببات في اختراق المؤسسات الحكومية، ما عدا ما نشملوش كل المؤسسات، ما عدا المؤسسة العسكرية التي ظلت ولا تزال فهمتني منارة تضيء بوطنتها على كامل تراب الجمهورية. هذه نبلغوا لها فهمتني تحية إكبار وإجلال. أما ما عدا المؤسسات الأخرى فهي وقع اختراقها اختراقا فظيعا، وهذا السبب في الوضع الاجتماعي الحالي اللي نعانوا فيه اليوم. لذا الحل هو تنظيف المؤسسات بكامل الصرامة وتطبيق القانون. القانون ما هوش يطبق. هل يعقل نشوفوا نسبة الإجرام سابقا ونسبة الإجرام حاليا؟ هذا الموضوع الثاني. احنا تو نحكوا على الظروف الاجتماعية والحل نتاعها. الحل نتاعها هي محاسبة الفاسدين فهمتني، والمراقبة المستمرة. مش المراقبة اللي نشوفوا فيها يجي يراقب الأسعار يعبي الخفة نتاعه ويروح، هذا مش غير معقول. هذا موجود حاليا إلى اليوم ولا الساعة. مراقب اقتصادي أو مراقب اسعار يجي يعبي القفه نتاعو ومن غادي يعبي القفه نتاعو، واللي ما يعطيش يعمل له قرار خلق. هذا من غير معقول. يلزم العمل بصدق واخلاص مهما كان على الناس الكل، ثم تطبيق القانون بدون هوادة على المسؤول وعلى غير المسؤول.
حتى تستقيم تونس وتاخذ الطريق الصحيح. اذا ما يكونش هذا فهمتني الاعمال هذه الصارمه وتطبيق القانون، نقول لك على تونس السلام. ننتقل الى الموضوع الاخر اللي هو الجريمه في المجتمع. هل كانت الجريمه بقدر ما هي عليه الان، وشنو الحل؟ الجريمه موضوع هام برشا. الجريمه نشوفوا الجريمه في العهد السابق والعهد الجديد، كما قال العهد الجديد، كان عهد جديد يعني نسبة الجريمة فهمتني في تصاعد كبير جدا. شنو هي الأسباب؟ أسباب هو التسيب، قال لك حرية فهمتني. نعطيك حاجة، أنا بصفتي كنت في المؤسسة الأمنية، إذا تقع جريمة فهمتني في أي مكان تجي برقية يعني التفتيش، برقية تفتيش، ويعني يلزم المجرم في ظرف وجيز يقع القبض عليه. اما الان فهمت، مش نقولها حاجه فهمتني وهي سايره، القضايا تباع وتشترى، وهذا نقول الان القضايا تباع وتشترى، سواء في المؤسسه الامنيه سواء في المؤسسه القضائيه والسماح، مش الكل. والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. شنو الحل؟ الحل المراقبة وتطبيق القانون بكل صرامة. ذكرتيني في العهد النوفمبري، شعمل العهد النوفمبري، وكنت من ضمن العناصر التي وقع اختيارها. يمشي إلى أي إدارة كانت على أساس مش يطلب وثيقة أو مش يقدم قضية أو مش يقدم حاجة فهمتني، ويشوفك المواطن لكن نزيه، يشوف الأعمال فهمتني اللي يقوم بها كالمسؤول فهمتني، والصفة والمعاملة خاصة كيف تكون، يكتب فيه الرحمة لا توصل بن عليه الرحمة لا. أو حتى تو موجود الرقم الأخضر. صدقني نجي مش يجي نهار، إذا مش نولوا هيك مش يجي نهار مش طلعي مضمون يقول لك جيب محمد. أسفي على تونس وما آلت إليه الآن. طلعي مضمون ها مش يجي ما ثمش، أما مش يجي نهار طلعي مضمون يقول لك جيب محمد. مش تمشي تطلع باتين جيب محمد، مش تمشي كذا تقدم عريضه جيب باش محمد. تولي الوثائق باش تولي عن بعد، باش تخرج وثيقتك عن بعد ما عادش. لكن قالوا الشيء هذا، لكن الى الان لم يقع هذا عن بعد. هذا ما سيكون ان شاء الله. فهمت، احنا نتفائل باش تخرج مضمون. احنا نتفائل بتونس خير فهمتني، ولنا الثقه في الشباب اللي تلقوا من اثار الذين ذهبوا بكل صدق البورقيبيين وما بعد البورقيبه، الذين ذهبوا ولن يذهبوا ما دام تونس راهي زمانها تلد وما زالت تولد. ونقول لك نختم لك كما قال الشاعر: وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. كل فترة تخدمها رجالها، كل فترة لازم باش نعاودوها، كل فترة باش نمروا بها، كل مجتمع يخدموا رجال.